بيشوف أمير فرنسا لابس بدلة ومش لابس لبس المدرسة، فبيبدأ يوتا ينبهه إنه لو حد شافه باللبس ده ممكن يديله مخالفة، ولكنه بيكون وقح معاه للمرة التانية وبيقوله ما يتدخلش في أمور الناس أحسن له. ويوتا بيتضايق جدا من معاملة أمير فرنسا، وبيروح الأمير سفريته الغريبة دي. ولما بيخلص اليوم المدرسي بيكونوا كلهم قاعدين يتكلموا، وفجأة بالغلط بيفتح أمير اليابان شاشة التلفزيون وبيطلع لهم في الأخبار حاجة مرعبة جدا، سطو مسلح من عصابات المافيا في إيطاليا في المنطقة اللي أمير فرنسا موجود فيها. وبيكون يوتا وكل زمايله الأمراء قلقانين على أمير فرنسا جدا، وجوشوا بيحاول يتصل بالأمير لكن من دون أي فايدة. وبيبدأ جوشوا يقول لهم إنه يعرف أمير فرنسا من أول ما جه المدرسة، وإنه بيضطر يسافر كتير لأنه شغال محقق. بيبدأ التوتر يعم المكان كله على أمير فرنسا، ممكن يكون ميت بالفعل. وبيظهر في الأخبار إنهم قفلوا كل المداخل والمخارج